أشهر مقبرة في التاريخ مقبرة الإسكندر الأكبر، حلم كل مكتشف وعالم آثار حوالين العالم، وده لأن الإسكندر الأكبر غزا أكتر من نص العالم، ولولا وفاته المفاجئة والمشتبه فيها كان غزا العالم كله بدون مبالغة. ومع كل اكتشاف بتشهده مصر وخصوصا مدينة اسكندرية بنكون على أمل إننا قربنا نوصل لاكتشافها. الأول خلينا نعرف الموضوع من البداية. الإسكندر الأكبر مات من 2300 سنة قبل الميلاد، وكان شخصية فريدة حفر اسمه في التاريخ، وده لأنه زي ما قلنا إنه غزا أكتر من نص العالم بقوته وسيطرته على الجيوش. ورغم وفاته المفاجئة في سن صغير في العراق وكان عمره وقتها 32 سنة، وفضلت جثته هناك لمدة سنتين مع استخدام وسائل للحفاظ عليها، وزي ما خمن عالم المصريات ويلس بيج ان تم حفظ جثته باستخدام العسل. وبعدها كان المفترض نقل جثمانه لمقدونيا بلده الاصل اللي بتضم مقابر الاسره المقدونيه الحاكمه في شمال اليونان في منطقه اسمها فيرجينيا. لكن اثناء نقل الجثه اعترض بطليموس الاول خليفه الاسكندر الاكبر الموكب اللي خارج من بابل، وامر ان الجثه تروح على مصر، وده لان في اسطوره بتقول ان المدينه اللي هيدفن فيها الحاكم هيكون فيها خير طول العمر، وكمان علشان يفرض سيطرته في الحكم بما ان معاه جثمان الاسكندر. فطمع بطليموس الاول ان الاسكندر يدفن في مصر، وعلشان مدينه اسكندريه ما كانتش لسه كملت وصل الجثمان لمدينه منف. وبعد اكتمال مدينه اسكندريه امر بطليموس الثاني ان التابوت يتنقل لاسكندريه بعد استمرار وجوده 20 سنه في مدينه منف. واللي نعرفه ان التابوت كان مصنوع من المرمر ومزين باحجار كريمه نادره جدا، لكن في روايه ثانيه بتقول ان التابوت كان على شكل جثمان الاسكندر الاكبر بالظبط، وكان مصنوع من الذهب الخالص. لكن بعد محاوله الاستيلاء عليه تم وضعه في تابوت من الكريستال. لكن مع مرور الزمن اتغير شكل اسكندريه عن الشكل الموجود في الخرائط القديمه اللي بناها المقدونيين، وتعرضت اسكندريه للغرق ومجموعه من الزلازل اللي غيرت في شكلها. وكمان بعد تلميحات كتيره في التاريخ بتقول ان الامراء والملوك استولوا على المقبره اكتر من مره، واستعانوا بالذهب والمقتنيات اللي فيها لتمويل الجيوش والدوله. وبالرغم من عدم تيقن علماء الاثار من مكان وجود مقبره الاسكندر الاكبر الا ان ده ما منعهمش عن البحث عنه. زي عالمه الاثار اليونانيه كاليوبا باكوستا بقالها 14 سنه بتدور في مدينه الاسكندريه على اثار تثبت وجود مقبره الاسكندر الاكبر، وكانت على وشك الاستسلام والتوقف في اللحظه اللي ظهر فيها امل فعلا من وجود المقبره. وفي تقريرها الاخير قالت عالمه الاثار بابا كوستا ان واحده من مساعدينها في عمليه التنقيب والحفر استدعتها لما لقت حركه في الارض. انكشف بعدها جزء صخري ابيض وسط التراب، واكتشفوا ان التمثال الاثري اللي لقوه هو تمثال هيلينيسيتي قديم جدا، وكمان بيحمل كل سمه من سمات الاسكندر الاكبر، وده كان حافز قوي لعلماء الاثار علشان يستمروا في الحفر والتنقيب. ودلوقتي التمثال موجود وبيتعرض في المتحف الوطني في اسكندريه. مش بس كده، بعد 7 سنين من اكتشاف التمثال ده حصل اكتشاف تاني اكبر. قامت بابا كوستا بحفر 35 قدم مع فريقها تحت اسكندريه اللي احنا عارفينها دلوقتي بشكلها الحديث، وكشفوا بالحفر الحي الملكي القديم للمدينه. وقال عن اللحظه دي فريدريك هيبرت بحماسه شديده ان دي المره الاولى اللي يكتشفوا فيها الاسس القديمه لمدينه اسكندريه. واكتشفوا كمان بناء ضخم قديم جدا من المتوقع ان يكون قبر الاسكندر نفسه. وبالاستعانه بخرائط قديمه لمدينه اسكندريه قبل ما ملامحها ما تتغير وبترجع للقرن ال19 بتستمر بابا كوستا هي وفريقها في الحفر على امل كبير انهم يكونوا اصحاب اكبر اكتشاف اثري في التاريخ واللي استغرق منهم 21 سنه. ارض مصر مليانه اسرار كتير، علشان نكشفها لكم شير الفيديو ده مع اصحابك.